مرحبا بكم فيديو جديد. معكم خوكم فيصل، نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم واحد الكليان جاب لي هاد الغطايه كوكوط باش نبدلو الجلده، ومنين شديت هاد الغطايه هادي لقيت الجهه ديال السيكوريتي ما خداماش، يعني مبلوكيه. وفي هاد الفيديو هذا ان شاء الله غنحلو هاد البلاصه ديال السيكوريتي، نيطويوها ونردوها خدامه كما كانت قبل، يعني باش لا طرا شي مشكل يعني تخدم هاد البلاصه ديال السيكوريتي. نصيحة لأي واحد ملي يكون يعني العيالات ملي تكون تنيطويو هاد الغطايات ديال الكوكوط ما فيها باس تكونطروليو هاد البلاصة ديال السيكوريتي واش باقا تتبومبي، يعني باقا خدامة ولا لا. يعني إلا بركتي على هاد البوس هذا اللي كاين هنايا، بركتي عليه ولقيتيه قاصح ما بغاش يعني ما تيبومبيش، عرف بأن هاد البلاصة خصها يعني تحل، يعني عمرها تبلوص خصها تنيطويا. المهم في هذا الفيديو هذا غنحلو هاد البلاصه هادي ونيطويوها. بالنسبه للحلان ديالها انا نقاب الكاميرا ونبارطاجي معكم طريقه الحلان ديالها. نبداو على بركه الله. كما تشوفوا بالنسبه لهاد البلاصه ديال السيكوريتي تيكونوا بزاف ديال الاشكال، كاين اللي تتحل من الفوق، كاين اللي تتحل من التحت. بالنسبه لهذه اللي عندي هنايا راه تتحل من الداخل ديال الكوكوط. تناخذوا السالوت 14 وتنحلو هاد الكرو هذا. يعني ملي تنحلوه كما تشوفوا هذا هو البوس اللي هضرنا عليه، وهذا هو الرسول اللي تيدفع. كما تشوفوا هاد البلاصه راه موسخه، غادي نستعملوا هاد الو هذا في التنظيف ديال هاد البلاصه هادي، وتا في البلاصه ديال الصفاره حتى هي نستعملوه، يعني نيطوي لنا نخليوهم هنايا واحد شويه يعني يطلقوا لنا داك الوسخ، ونشدوا واحد الزيف وندوزوه. غنحاول نرش هاد البلايص ديال الداخل، يعني تا هما موسخين فين كانت الجلده القديمه. خليهم واحد شويه عاد نرجعو نيطويو. غناخدو شيشه، هاد الشيشه هي اللي غادي نيطويو بها. ناخدو شي زيف باش نمسحو هاد البوس هذا. كما تشوفوا هنايا كاين الوسخ بزاف ما تحيدش. غنحاول نستعمل الماكينه ديال البوليساج ونحيد هذا الوسخ هذا، وغادي يرجع هاد البياسه ترجع جديده. كما تشوفوا هي رجعت جديده. تناخذوا الجلده ديالنا وتنبداو في التركاب ديالها. تنحاولوا ديما نركبوا الجلده من هاد الجهه هادي. انا غنستعمل هاد البانس هذا اللي تيساعد في التركاب ديال الجلده. كما تشوفوا تدفع الجلده باش تركب مزيان. تشوفوا حنا ركبنا الجلده ديالنا كما تشوفوا جات ميته. دابا نركبوا البلاصه ديال الحمايه. تركب الحمايه راه ساهل، تندخلوا الرسول هو الاول وتندخلوا في وسط هذا البوس هذا، وتنسدوا هذا الكرو هذا.
كما تشوفوا ها الكرو ديالنا ولا خدام. خصنا غير نسامحوا هاد التقابي هادو اللي غيخرج منهم النفس، يعني هادو هما مسامحين. وفي نفس الوقت نسامحوا حتى هاد البلاصه ديال الصفاره. المهم حنا سالينا هاد البريكول هذا، نزيدو نزيرو هاد البلاصه هادي باش ميتحلش الكرو. وها هي الغطايه ديال الكوكوط واجده دابا للاستعمال، وفي نفس الوقت يخدم بها الكليان وهو مرتاح، يعني جهه السكريتي وهي مأمنه دابا. شكرا على المشاهده والى فيديو لاحق. وكما تشوفوا الجلده كي طلعت ميته على الجوان ديالها. يلا شكرا على المشاهده.